الله حوج أغوص أغوج أغوز كتب يصجت وبلان. أعزائي الطلاب، نتابع الآن الدروس باللغة الشركسية، وأمامنا الآن الحرف ب. الحرف ب. الحرف ب كما هو في اللغة العربية بالضبط، ما في لا زائد ولا ناقص. ب. إذن الحرف ب أو ب باللغة العربية هو عنوان درس اليوم. البي بدنا نشوف إذا الحروف العلة لما تلحق بالبي كيف بيلتفظ الحروف. با، ب وألف بصير با، ب فتحة بصير ب. كثير، ب كثير. ب وكسرة بصير ب. جحر، مغارة، ب جحر مغارة. بو معناته عواء. بو. بي ما له معنى، ب وكمان ما له معنى. على اليسار في كلمة بزو. بزو عصفور. بزو عصفور. طبعا هذا بزو جذر الكلام. بزو ما في لا زيادة ولا نقص. بزو جذر كلام. وش أتلابس فبقدر بزو. بزو خر. بزو خر. الخ تدل على الجمع، والآر التعريف. بزوخر بصير العصافير. العصافير. قببخ. بب طيران. بب طيران. هو المصدر بيقول ببن، ولكن ما بدنا نحط النون مشان ما تتخربطوا ايمت بدي نحذف ايمت. بب معناته الطيران. ق معناته الفعل، اتجاه الفعل باتجاه المتكلم. قببخ معناته يطيرون نحونا. يطيرون نحونا. قببخ. عنوان النص بزو خر. بزو عصفور، والخيل الجمع، والآر للتعريف. بزو خر الطيور أو العصافير. الطيور أو العصافير. بزوم ورد قيوة. بزوم ورد قيوة. العصفور أغنية يقول. هذا الترجمة الحرفية. بزوم العصفور ورد أغنية قيوة يقول. مثلا العصفور باللغة العربية يغرد. العصفور يغرد. بزوم ورد قيوة. بزو عصفور. بزوم العصفور ورد أغنية. ورد أغنية قيوة يقول. قيوة هو يقول. قيوة يقول. بزوم ورد قيوة. آر ختامم تيس. آر هو ضمير شخص الذي يدل على الشخص الثالث المفرد، يعني هو. قتامم. قتامة. قتامة غصن. قتامة غصن. قتامم على الغصن. تيس جالسا. تيس جالسا. إذن العصفور جالس على الغصن. آر قتامم تيس. ذلك العصفور يعني هو جالس على الغصن. نمج بزوخري قببخ. نمج غيره. نمج غيره. نمج بزوخري غير طيور كمان. غير طيور، غير هدول كمان. نمج بزوخري قببخ كمان عم بيجوا طيور من انواع اخرى من الطيور كمان عم بيطيروا لعنا. لا، عم بيجوا لعنا. نمج بزوخري قببخ. نمج غيره. بزوخري العصافير ايضا. ري الياء هون بمعنى ايضا. بزوخري قببخ يطيرون الينا. بيبا بزوم اس اريت. بزي بيبا بزوم ما بزوم. بزوم. بيبا بزوم. بزو عصفور. بزوم عصافير.
بصير جمع. بزومة. عصافير بصير بزوخر كمان، بصير بزومة كمان، ولكن هون في فعل لازم وفي فعل متعدي. بزومة أس. أس معناته طعام. أس طعام. قاريت عم بيعطي العصافير طعام. قاريت يعطيهم. سري بزوخمة سينقاتت، وأنا كمان أهتم بالعصافير. سري وأنا أيضا أنا سري وأنا أيضا بزوخم على العصافير. العصافير سناء انتباهي آتيت منصبا عليهم، يعني وأنا أيضا أعتني بالعصافير. تيمز بزوبة خس. تيمز بزوبة خس. تيمز غابتنا. بزو عصفور. كثير. كلمة ب يدل على الكثير. بيجي يعني مع الكلمة، يعني ما بيجي لحاله إلا في أماكن قليلة جدا. بزو الكثير من العصافير. بزو لحال عصفور، بزو عصافير. خس جالسين. خت واقفين ضمن. خس جالسين ضمن. خل نائمين ضمن. إذن خس بغابتنا الكثير من العصافير. بزوم وردوا قاورم سيدا ونرسج آس. بزوم وردوا قاورم سيدا ونرسج آس. بزوم ألا العصافير. بزو عصفور. بزوم جمع. وردوا الأغاني التي وردوا قاورم يقولونها سيد أنر سجاس. أحب أن أستمع إليها. سيد أنر أن أستمع إليها سجاس أحب. الجملة إذا بدنا نترجمها حرفيا بعدين من ترجمة أدبيا حسب اللغة العربية. بزوم العصافير وردوا الأغاني قاورم الذي يقولونها سيد أنر أن أستمع إليها سيجاس أحبه. هذا الترجمة الحرفية. أما الترجمة الأدبية أنا أحب الاستماع إلى صوت العصافير. أنا إلى غناء العصافير. أنا أحب الاستماع إلى غناء العصافير. يعني العصافير كيف عم بيغنوا. بزوم وردوا قاورم سيدا أنر سيجاس. أيوة. تحت هنا في بعض حروف العلة مع الحروف العادية، وخصوصا ج جديد أو ذنب أخذناه. تمهل تريث. ب جحر أو مغارة. شتاء فصل الشتاء. خ يدل على حصول العمل ضمن شيء. خشغ إلى آخره. ق سابقة أن لا تسبق الكلام مشان يدل اتجاه الفعل كيف عم بيتنفذ الفعل. ما خذ. على اليمين في بعض حروف العلة بدنا نقولها لأن حروف العلة كتير ضرورية في اللغة الشركسية. فتحة، كسرة، أو، إي، و، ي، ي. طبعا هنا على اليسار في حروف عادية، يعني عم بيقولها م، ن، س، ر، ت، ش، أو، ب، ك، كو، د، ق، قو، خ، ز، ش، ب، ش. هذول الحروف. منعيد الدرس من الأول. أرجو الانتباه. الآن دخلنا في الجمل، في تركيب الجمل، وهذا يستوجب منكم جهد إضافي.
حرف الب، ب حرف الب. على اليمين باع. طبعا كل حرف بناخده عم بيفرجونا اتصال حروف العلة بالحرف وكيف بنلفظ، كيف الحروف بنلفظوا. ب وألف باء، ب وفتحة ب، ب وفتحة ب، ب وكسرة ب، ب الأولاني كثير. البه بيجي هالكلمة مع كلمة تانية، ما بتجي لحالها، ما بيجي لحالها، بيجي أغلب الأحيان بيجي متصلة مع كلمة تانية. جحر، حشرة أو حيوان أو مغارة، بشغ مثلا أسفل المغارة، بو بو. بزوخر العصافير، بزوخر العصافير، بزو عصفور، خي للجمع والار للتعريف، بزوخر العصافير. قببخ يطيرون إلينا، قببخ مببخ يطيرون. أما لما صار القاف لما ما بيكون وراه حرف يدل على أو ضمير الدال على الأشخاص، مثلا بصير باتجاه المتكلم قببخ، يعني يطيرون إلينا، يأتون إلينا طيرانا. على اليسار هنا في بزو عصفور، بزو عصفور، بزو عصفور. النص عنا هون له عنوان بزوخر، بزوخر، بزوخر العصافير، بزوخر الطيور. ايوه. بزوم ورد قيوة العصفور، بزوم العصفور ورد أغنية قيوة يقول، قيوة يقول. الجملة العصفور يغني، العصفور يغني، بزوم ورد قيوة. ايوه. قتامم تيس، ذلك هو جالس على الغصن، قتامم على الغصن، تيس جالس، وهو على الغصن جالس. طبعا نفس العصفور. نمج بزوخري قببخ، نمج طيور أخرى، نمج طيور أخرى، نمج بزوخري وطيور أخرى قببخ كمان يأتون إلينا طيرانا. طبعا قببخ يطيرون إلينا، نمج بزوخري قببخ. بيبة بزوم أس آريت، بيبة اسم ولد. بزوم للعصافير، بزو م بصير جمع، الجمع بصير اسم مفعول أو للفعل المتعدي. أس طعام، بصير طعام أس للطيور، للدواب، للإنسان أيضا. آريت يعطيهم، يعطيهم أكل. سريب زوخم سناء آتيت، وأنا أيضا مثلا أهتم بالعصافير، أهتم بالعصافير. سري وأنا أيضا بزوخم العصافير، سناء اهتمامي، آتيت منصبا عليهم، يعني المعنى وأنا أهتم أيضا بالعصافير. هاي ترجمتها باللغة العربية. نحن عم نحاول نترجم ترجمة حرفية مشان الأولاد يعرفوا شو معاني الكلمات، ونترجمها ترجمة مثلا أدبية كما هو في اللغة العربية. تيمز بزوبة خس، تي ملكنا خاصتنا، مز غابة، تيمز غابتنا، بزو عصفور، كثير، خس
في غابتنا الكثير من العصافير. تيمز بزو بخس بزو موردو قاورم سيدا ونرسج آس. انتبهوا، هاي جملة طويلة شوي بس أيضا جميلة كمان. بزوم العصافير وردوا الأغاني قاورم الذي يقولونها كمان، لأن وانا قول طبعا العصفور لا يقول وإنما يغني. وردوا قاورم سيد أنر أن أستمع إليها سيجاس سيجاس. سي ضمير ملك الشخص المتكلم، يعني الدال على سي. شاس أحبه، أنا أحب الاستماع إلى تغريد العصافير. بسوم وردوا قاورم سيد أنر شاس. أنا أحب أن أستمع إلى تغريد العصافير. معناته الكلمات هون في كلمات في بعض الحروف المتصلة فيها حروف العلة أو حروف المد. جديد. تريث. ب جحر. شتاء. هاي هون ما هو أرضها الشتاء، الأرض بنكتب بالشيء والهمزة أيوة. حصول الشيء ضمن شيء أشياء. يحدد اتجاه حصول الفعل. ما خذ. حروف العلة اللي عندنا هون فتحة، كسرة، أو، إي، و، ي، هون بنكون خلصنا الدرس. هلا بدنا نجي على الكلمات، كلمات الدرس. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات. بزو عصفور، ممكن يكون كتبتوه سابقا، معلش. بزو عصفور. ورد أغنية. قيء يقول ورد قيء يقول أغنية يعني يغني. قيء. قتامة غصن. نمج غير. مثلا نمج بزوخر، الغير كمان أيضا من العصافير. نمج تصفخر، الغير من البشر. أيوة. بب طيران. احفظوا هيك. بب طيران. سبب أنا أطير، وبب أنت تطير. تبب نحن نطير. صبب أنتم تطيرون. مبب هو يطير. مببخ هم يطيرون. بب. سري وأنا أيضا. سري أنا. سر للتعريف، والياء أيضا بصير وأنا أيضا. سري وأنا أيضا. كثير. طبعا يعني بيجي مع كلمة ثانية، بيجي بأول الكلام أيضا. بشآغة. شلاب. بصصاب جقوم ختغ. دخاب جقوم ختغ إلى آخره. إذن كثير. بيجي هالكلمة غالبا في الأغلب بيجي ملتصق مع كلمة ثانية، يا بأوله يا بآخره. خس جالسا ضمن. مثلا بدك تقول جالس ضمن الأشجار. شغم عكس. جالس ضمن الأشجار. وتسم خس جالس ضمن العشب. أيوة. خس جالس ضمن شيء، يعني لأن الشيء هون بيدل على حصول العمل ضمن شيء، يعني خس. أيوة. سيدأ
سيدأ أنا أستمع. دأ دأ استماع. دأ استماع. دأ الاستماع. سيدأ دواقر المستمع. دواقر المستمعون. سيدأ أستمع. سيدأ أستمع. إذا منعيد كلمات الدرس، وأرجو أن تكتبوا هذه الكلمات وتضيفونها إلى الكلمات السابقة. أيوة، عنوان الدرس ب، حرف الب. ب. كلمات الدرس: بزو. بزو عصفور. بزو عصفور. بزو عصفور. ورد أغنية. ورد أغنية. ورد أغنية. قيء يقول. قيء يقول. ورد قيء يقول أغنية. طبعا العصفور ما بيقول العصفور يقول أغنية، العصفور يغرد يعني، هذا المعنى. أيوة. قتامة غصن. قتامة غصن. قتامة غصن. نمج غير. نمج غير. نمج غير. نمج غير. بب طيران. بب طيران. بب طيران. سري. سري وأنا أيضا. سري وأنا أيضا. سري سيجشت وأنا أيضا سأقرأ. سري ستخشت وأنا أيضا سأكتب. سري وأنا أيضا. ب كثير. ب كثير. كلمة ب يأتي موصولا مع كلمة إما بآخره وإما في أوله. بشآغة. بشك. تصاب. تشلاب. تكتب. تكتبي. خس جالس ضمن. خس جالس ضمن، يعني ضمن أعشاب، ضمن أشجار إلى آخره. خس. سيدأ أنا أستمع. سيدأ أنا أستمع. سيدأ أنا أستمع. هلأ بنجي على درس القواعد. درس القواعد تقطيع الكلمات درس هين جدا. نحن عندنا باللغة الشركسية الكلمات طويلة جدا، يعني بجوز انت عم تكتب سطر بيجي عندك فاصل ما بيسع الكلمة. شو بدك تعمل؟ تكتب الكلمة اللي بيسع عندك، بتحط شحطة بتكمل بالسطر الثاني. هذا هو يعني. بس بدك تحط تقطيع الكلمات، بدك تقطع مع حروف العلة. مثلا تزا دقاغ. تزا دقاغ. تزا دلجاغ. تزا. كل حرف من هالحروف العلة ممكن تقطع عندها الكلمة وتحط شحطة وتنقل الكلام للكلمة اللي بعدها. هذا مشان تيسير الكتابة، لأن الحروف باللغة الكلمات باللغة الشركسية طويلة جدا، أيضا بالروسية طويلة جدا. مثلا خاتم تزداقي تزدلجاخ. خا تعمل مقطع تم بالسطر الثاني. تزدقواغ. تقطع عنده ز، تقطع عنده د، تقطع عنده داقوي. داقوي. أما ما بتحط حرف علة وحيدة بالسطر الثاني. اوعى. في كلمات مثلا فيها حرف علة وحدة بس، مثلا خت، هاي ما بتنفصل، هاي بتنحط كلها بسطر، بها السطر أو بالثاني ما بتنفصل.
إذا لما بيكون الحرف طويل بدك تقطع الكلمة عند كل حرف علة، بتكتب الحرف العلة آخر حرف العلة، بتحط شحطة، بتنتقل إلى السطر الثاني بتكمل. أما بالسطر الثاني ما بصير تبدأ فيه بحرف علة ليكون علمك، يعني السطر الثاني لا يبدأ بحرف علة. الأفضل أن يبدأ بحرف جهوري أو بحرف صامت. عندما لا يكون في الكلمة إلا حرف علة وحدة لا تقطع، لا تقطع. مثلا خط، شو بدك تقطع فيها؟ ما بتقطع. مثلا سد، ش، كمان ما بيتقطعوا هدول. إذا تقطيع الكلمات مشان تسهيل تسهيل الكتابة في اللغة الشركسية، بما أنه كلمات اللغة الشركسية طويلة جدا، لما ما بيساع السطر عندك بتكتب آخر حرف بساع وبتعمل شحطة، معنات الشحطة الكمالة بالسطر الثاني، بتكتب بالسطر الثاني وبتتابع ومعلش. وكمان في ملاحظة، يعني ما إذا الكلمة ما في غير حرف علة وحدة ما بصير. وملاحظة صغيرة كمان، حرف الأي اللي فوق الياء اللي فوق نقطتين ما بينقطع عنا الكلام، أي هذا ما بينقطع عنا الكلام، وهذا نادر جدا ما يجي. أعزائي الطلاب، هنا ننتهي من الدرس، وأرجو أن لا تستهتروا بأي درس قواعد. الدرس القواعد اللي ما ضروري جدا ما بنعطيكم إياه، ما بدنا نشغلكم فيه، ما بدنا نتعبكم فيه. الضروري عمنا نعطيكم مشان تعرفوا تلفظوا، تحكوا، تقرأوا بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.